انا قمت من النوم رقبتي شاده جدا، عملت عليها كمادات تلج زي ما اللعيبه بتعمل في الماتشات وللاسف ما اتحسنتش. او انا ركبتي اتخبطت وورمت جامد مع اني عملت عليها كمادات ميه سخنه في ساعتها. هو اللي انا عملته ده يا دكتور صح ولا غلط؟ الاسئله اللي شبه دي بتتسال لي كتير والناس بتبقى فعلا متلخبطه. هو اللي اتعمل في الحالتين دول صح ولا غلط؟ يعني اللي ظهره وجعه ولا اللي رجله اتلوت منه يعمل كمادات تلج ولا كمادات ميه سخنه؟ في الفيديو ده هنفهم السخونه بتعمل ايه والتلج بيعمل ايه، وساعتها هنعرف لوحدنا نعمل ايه امتى. انا دكتور احمد شميس وجاي اكلمكم كلمتين في العظمه. السلام عليكم. هو كمادات المياه السخنة وكمادات التلج بيشتغلوا ازاي؟ السخونة بتوسع الأوعية الدموية، المواسير اللي الدم بتاعنا ماشي فيها، فلما الأوعية اللي رايحة للمكان اللي احنا معرضينه للسخونة توسع، ده معناه إن الدم اللي رايح للمكان ده هيزيد. البرودة بقى بتعمل العكس، بتعمل انقباض للأوعية الدموية، يعني المواسير بتضيق، فبالتالي الدم اللي رايح للمكان هيقل. طيب ما تيجي نطبق الكلام ده على المثالين اللي قلناهم في أول الفيديو ونشوف إيه اللي هيحصل. هو أنت لو قمت من النوم عضلات رقبتك شدة، كنت نايم عليها غلط مثلا وحطيت عليها كمادات مية سخنة، إيه اللي هيحصل؟ مظبوط، شفت أنت بتقول لوحدك إزاي؟ الدم اللي رايح للعضلات بتاعة الرقبة هيزيد. أيوه، لما الدم اللي رايح لعضلات رقبتي يزيد، إيه اللي هيحصل يعني؟ شوف خدها قاعدة، أي حتة الدم بيروحها كتير بتخف بسرعة. الدم ده جايب معاه خير كتير، جايب معاه غذاء رايح للعضله التعبانه دي، وكمان ممكن يكون جايب معاه حبايه المسكن اللي انت لسه واخدها من شويه بعد ما امتصها من المعده. وبعدين في نقطه كمان، هو المواسير دي الاوعيه الدمويه يعني مش دم رايح ودم راجع، ولا الدم بيروح وما بيرجعش؟ الاوعيه الدمويه اللي راجعه كمان من عضلات الرقبه هتوسع، وده معناه ان الدم اللي راجع كمان من عضلات الرقبه رايح على القلب هيزيد. ودي حاجه حلوه على فكره، لانه هيكنس معاه كل المواد اللي كانت بتسبب الم والتهاب في المكان. طيب حلو، يبقى انا كده لو عندي عضلات رقبتي او عضلات ظهري شاده هعمل عليها كمادات ميه سخنه. امتى بقى هعمل كمادات تلج؟ هتعمل كمادات تلج في الاصابات الحديثه، لو خبطت ركبتك او وقعت على ايدك او لويت رجلك او مزقت لك عضله وانت بتلعب مع اصحابك كوره او انت بتتمرن في الجيم. في الحالات دي بيحصل تجمع دم وسوائل وتلاقي مكان الإصابة بيورم بسرعة. خلاص بقى احنا حفظنا التلج هيضيق الأوعية الدموية وبالتالي هيقلل الدم والسوائل اللي رايحة للمكان، وبالتالي هيقلل الورم، وده في حد ذاته هيقلل الالتهاب والألم. استنى بس يا دكتور، ما هو كده المنطقة مش هيروح لها دم كتير، يعني مش هتخف بسرعة؟ مش انت لسه قايل المنطقة اللي بيروح لها دم كتير بتخف بسرعة؟ لا شاطر مركز. ما هو احنا هنستخدم التلج اول 24 ساعه او 48 ساعه بالكتير، لان الاولويه هنا ان الورم ما يزيدش، لكن بعد 48 ساعه هننقل على كمادات ميه سخنه علشان الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده. طيب كده احنا عرفنا هنعمل امتى كمادات ميه سخنه وامتى هنعمل كمادات تلج. هنعمل الكمادات لمده قد ايه؟ كمادات الميه السخنه من ربع لتلت ساعه بالكتير في المره الواحده، وممكن نكررها من 3 ل 4 مرات في اليوم، وممكن اكتر عادي. ولو سالتني نعمل كمادات بايه، هقول لك انا بحب الدش اكتر حاجه، وبحب كمان القربه اللي بتتملي ميه سخنه، لكن ممكن كمان نستخدم الكماده الجل اللي بتتحط في الميكروويف او اللي بتشتغل بالكهرباء او اي حاجه تريحك. لكن قصة إن إحنا نجيب فوطة أو قماشة ونسخنها ونعمل بيها الكمادات دي صراحة فكرة فاشلة، لأنها بتفقد درجة حرارتها بسرعة وملهاش أي لازمة. لكن الأهم إننا نحرص علشان ما نحرقش جلدنا. يا ريت نلف القربة أو الكمادة في فوطة أو قماشة علشان نعزل الحرارة المباشرة عن الجلد. واللي عنده سكر يحرص بزيادة، السكر بيأثر على الأعصاب وبيأثر على الإحساس بالألم والحرارة، وممكن جدا جلده يتحرق من غير ما يحس. طيب وبالنسبة لكمادات التلج نعملها لمدة قد إيه؟ شوف، انا بخاف من التلج ان هو يتحط بشكل مباشر على الجلد لفتره طويله يمكن اكتر من الحراره، لذلك هتلاقي ناس بتقول برضو اعمل كمادات التلج من ربع لتلت ساعه. ارجوك ما تعملش كده. لو هتستخدم تلج بشكل مباشر على الجلد زي مكعب تلج مثلا، غير وضعه باستمرار او حركه باستمرار على المنطقه اللي انت بتعمل عليها الكمادات. والافضل نستخدم التلج العازل، نحطه في كيس او في قماشه او في فوطه، او نستخدم الكماده الجل اللي بتحط في الفريزر. وفي كل الأحوال بص على جلدك كل 3 4 دقايق واطمن عليه، وحرك التلج باستمرار زي ما اتفقنا. يا ريت نكون عرفنا دلوقتي امتى نستخدم كمادات المياه السخنة وامتى نستخدم كمادات التلج، ولو استفدنا نفيد غيرنا بقى. نعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لغيرنا، ويا ريت لو تقولوا لي في الكومنتات ايه المعلومة الجديدة اللي كنتوا أول مرة تسمعوها في الفيديو ده. ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.